السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله اليوم ال32 للفراخ ديت. هنشوف النهاردة كده بقى ان شاء الله اوزانهم قد ايه، وكمان هنحط لهم خلطة على العلف. عامله لهم انا بقى كده بصل على توم على ليمونة، وكمان هحط عليها خل برضو دلوقتي، وهحط معلقة صغيرة كركم ونحطها لهم على العلف. دي للبرد لزيادة الأوزان، يعني خلطة بصراحة جميلة قوي للفراخ البيض. تمام. طبعا هم خلصوا العلف، العلفات فاضية اهيت مفيهاش الا النعمة. هنشيلها كده ونحط لهم بقى الايه، هو ما بيرضوش ياكلوا النعمة دي خلاص بقى يعني، لان هم جعانين طبعا، وده يعتبر الفطار بتاعهم. نحط لهم كمان في العلفات اللي جوه دي. طبعا انا هجيب بقى الخلطة بتاعتي احط عليها الخل والكركم واحطها لهم كده على العلف. الخلطة اهيت معايا خلاص، حطيت عليها الكركم والخل. هعصرها بقى كده عشان تنزل المية اللي فيها، نحطها على المية بتاعتهم والتفالة بتاعتها نحطها على الاكل كده. طبعا هم عايزين يزود لهم علف كمان، بس انا هخلص بس احط لهم دي قبل ما يخلصوا اكل، وارجع احط لهم تاني عليها علف. وانا بحط الكركم انا بقيت عبارة عن كركم، كب عليا شوية. طبعا الخلطة دي حلوة قوي لزيادة الاوزان، وكمان بتبقى برضو حلوة للبرد، لو عندهم برد برضو بتبقى حلوة. طبعا احنا عارفين ان الكركم رافع مناعة قوي اصلا. احط جوه كمان برضو. لو التصوير يا جماعة في حاجة معلش بقى، عشان انا ماسكة التليفون وبحط بايد. ازود علف بقى كده. اهو ازود بقى علف تحت في العلافة اللي تحت عشان ما نحطش تحت. اهو كده. طبعا في بقى يعني هي فيها ميه اهي، الميه بتاعتها دي هصفيها واحطها في الجيركن بتاع الميه. اهو. خلاص انا كده بقى حطيت الميه، وحطيت عليها الميه اللي نازله من تفل البصل والثوم، وهم ما شاء الله بياكلوا ما همت. هنجيب بقى هنجيب فرخه كده ونوزن نشوف وزنها ايه النهارده كده على عمر 32 يوم. طبعا انا فتحت الميزان اهوت، همسك بس فرخه كده وارجع لكم تاني. انا حطيت الفرخه على الميزان اهيت، عامله 2 كيلو 160 جرام. حلو. هنشوف واحده تانية كده.
ده يا جماعة ديك، الديك ده 2 كيلو 680 اهو. تمام. اللي فاتت دي كانت فرخة، انما ده ديك. استنى هتقع. تمام. هنشوف واحدة تانية كده وارجع لكم تاني. ديت برضو فرخة اهيت. تمام. وزنها 2 كيلو 330. تمام. ما شاء الله حلوين الحمد لله. يا ريت يا جماعه اللي لسه معايا في الفيديو وصل لحد كده يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل، وكمان ما تنسونيش تحطوا لي لايك. لايك اهم حاجه يا جماعه عشان الفيديو يترفع.